السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وسعادة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله هنعمل كمية كويسة جدا جدا من الجاتوه زي ما انتوا شايفين، من غير ولا نقطة دقيق. شايفين؟ هايل، طالع معانا حلو جدا. شايفين يا جماعة القطعة شيك جدا، بيعمل معانا حاجة و20 قطعة من الجاتوه. نقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. أول حاجة معانا بسكوت، أي بسكوت حوالي 500 جرام، وكمان هنطحنه بقى. وبعد كده هنحط عليه حوالي معلقتين من الكاكاو الخام، وكيس من الكيك شيف كيس كامل، وكمان حوالي كوباية الا ربع من السكر البودر. يبقى طحنا البسكوت بتاعنا، بسكوت المدارس العادي خالص يا جماعة تشتغلوا بيه، اي بسكوت سادة تقدري تشتغلي بيه. هنقلب بقى كل المكونات الجافة مع بعض، اللي هي نص كيلو بسكوت، وكمان معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وكمان كوباية الا ربع من السكر البودر، وكمان كيس من الكيك شيف. هي دي كل مكوناتنا. وكمان بقى معانا المواد السائلة اللي هنشتغل بيها، اللي هو الحليب. في الوقت ده فرننا ساخن على درجة حرارة 200، ما بياخدش معانا يا جماعة يعني بصوا من 15 دقيقة ل 20 دقيقة بكتيره. لو هنشتغل في صاج 30 في 40 زي ما انا هشتغل كده. بتجيبي الحليب بقى، بصي بتحطي الحليب لحد ما يدينا القوام اخف من الكيك شوية. هنشوف كده واحنا شغالين مع بعض. معانا صاج يا جماعة دهنينه وحاطين فيه اي ورقة عندك تحطيها في قاع الصاج. ممكن تشتغلي في صينية، المتوفر عندك اشتغلي بيه. بنحط اللبن شوية شوية لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. القوام بيبقى اخف شوية من قوام الكيك. حلو جدا يا جماعة، من بسكوت المدرسة تقدري تعملي جاتوه شيك وطعمه هايل. بنجيب بقى الاسباتيولا بتاعتنا ونبتدي نلم كده بيه. لو في اي حاجة من تحت شايفين حاجات ظهرت اهي، نبتدي كل ده نخلطه كده بالخليط بتاعنا، عشان ما يبقاش في حاجة فيها لسه يعني مواد ما اختلطتش باللبن بتاعنا. كده الخليط يا جماعة تمام. شايفين قوامه حلو جدا، هي اخف حاجة بسيطة خالص من الكيك اهو، وممكن يكون زي قوام الكيك. بنفرده كويس كده، نديله هبدتين على الرخامة وندخله الفرن سابق التسخين على درجة حرارة 200. السلك في الرف اللي في النص. طالما يا جماعة الصاجات دي بتحطوا شوية مية كده في صينية، بيطلع معانا يا جماعة طري وفي منتهى الجمال. على طول بفوطة تغطيه، بفوطة مطبخ طبعا، وهنغطيه شوية كده بس ساعة كده لحد ما يهدى معانا شوية. هي كمان من طراوته انا ما سقتوش لبن، ممكن انت كمان لو عايزة تشربيه لبن تشربيه. برد معانا وهدي، نعمل له بقى كريمة. كوبايه الا ربع من الكريم جانتيه، معلقتين باستر كريم، نص كوبايه من السكر البودر، وكمان كوبايه ونص من الميه المثلجه. هنبتدي بقى نحط الكريمه. واحده واحده كده نحط الكريمه لحد ما نخلص كل كميه الكريمه، ونعمل طبقه من الكريمه فوق الكيك. كيك البسكوت ده بيطلع معانا هايل، وحاجه كده موجوده عندك. لو الاولاد جايبين لك بسكوت المدرسه تقدري تشتغلي بيه. مش متوفر وعايزه تعملي الوصفه، تبقى تجيبي بسكوت ساده. ان شاء الله تجربوا الطريقه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. يا ريت بقى اللي ما اشتركش في القناه يشرفني وينورني بالاشتراك، وما تنسوناش بقى باللايك وتعليق جميل منكم.
واحدة واحدة كده لحد ما نخلص كل كمية الكريمة بتاعتنا. هنبتدي بكده بقى بأي حاجة عندكم كده، يعني مثلا الاسباتيولا، السكرابر، أي حاجة موجودة عندك، أو حتى سكينة تفردي كده ايه وتساوي كمية الكريمة فوق الكيك. عندك بقى نوتيلا يا جماعة، مثلا معلقتين في كيس كده، خففيها ايه بمعلقتين زيت. جناش شوكولاتة يعني حوالي مثلا 5 معالق من اللبن، تحطي عليهم حوالي كوباية الا ربع من الشوكولاتة المبشورة. اللبن طبعا يغلي على النار، نقفل النار ونحط الشوكولاتة، نقلب فيها، نبص نلاقيها ساحت خالص، نستنى لحد ما تهدى ونحطها في كيس. اهي جاهزة معانا الجناش. تقدري تعملي بقى نص نوتيلا ونص جناش. عملت جاتو من حاجة يعني ايه ببلاش، حاجة موجودة ان شاء الله متوفرة عندك، يكون عندكم يا رب الخير كله. ممكن تستغني عن كل يعني عن الشوكولاتات وعن النوتيلا والحاجات دي كلها، ممكن تستغني عنها وتعملي روزيتات فوقيه، واي مكسرات عندك لو عايزة تحطي كده شوية مكسرات او اي حاجة، وشكرا على كده، هيبقى 10/10 برضو. الفينش الاخير ده بقى زي ما تحبي، ابدعي بقى زي ما انت عايزة، وبالحاجات يا جماعة اللي متوفرة عندكم في البيت. دي نوتيلا اللي معايا دي، ببتدي اعمل ايه شكل تاني كده، شكل عشوائي كده، مثلا خطوط كده طولية وخطوط عرضية، بتطلع معانا برضو شكلها حلو. النوتيلا يا جماعة بتتخفف كده بشوية زيت قليلين خالص لحد ما توصل للقوام اللي انتوا عايزينه، وطبعا زيت نوعية كويسة. وبعمل برضو على الشوكولاتة كده خطوط من النوتيلا، ونعمل روزيتات اهو زي ما انتوا شايفين، نحط عليها بقى ايه اي حاجة كده، البونبون الصغير ده يطلع معانا يا جماعة والله 10/10، بيعمل حاجة و20 قطعة، يعني حلو جدا. بكده بقى خلصنا وصفتنا، ان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم. نشوف قطعة بقى مع بعض. هايل يا جماعة. دي الورقة يا جماعة اللي احنا حاطينها في قاع الصاج، القطع شكلها شيك جدا. اسيبكم بقى على خير، واشوفكم على الف الف خير، واقول لكم السلام عليكم، دمتم في امان الله ورعايته، مع السلامة.